اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير الاوريو او ميلك تشيك اوريو. الجو بقى حر جدا ومحتاج عصاير كده بارده ترطب علينا. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله يعجبكم. ده كده بيكون شكل عصير الاوريو بعد ما نعمله. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنحتاج لبن، يفضل ان هو يكون لبن ساقع. هنحتاج ايس كريم شوكولاته. هنحتاج 3 بواكي من الاوريو، وهنحتاج اللي هو البسكوت اللي بالشوكولاته ده. طبعا الكميات بيبقى على حسب احنا هنعمل كميه قد ايه. اول حاجه في شفشق الخلاط او اي شفشق عادي هنحط اللبن. هنبتدي نحط عليه سكر، طبعا السكر على حسب الرغبه، بس ناخد بالنا ان البسكوت اللي احنا هنحطه هيبقى برضو فيه سكر، فما نزودش السكر قوي الا لما نخلص وندوق، لو محتاج سكر نزود. هبتدي بقى بعد ما حطيت السكر هبتدي احط البسكوت اللي هو الويفر دوت، وبعدين هبتدي احط الاوريو. هحط كل كمية الاوريو، بس هسيب بس وحدتين بسكوت اوريو عشان التزيين. يبقى احنا استعملنا لبن، بسكوت اوريو، بسكوت بالشوكولاتة. ممكن نزود بسكوت اوريو شوية ونستغنى عن البسكوت بالشوكولاتة عادي. ممكن نستغنى عن البسكوت اللي بالشوكولاتة ونحط 2 هوموس برضو، طبعا بيكون على حسب الرغبة وعلى حسب الموجود عندنا. هبتدي بقى اضربهم كويس جدا. انا هنا مستعمله الهاند بلندر، ممكن نعمله في الخلاط. نضربه كويس لحد ما نتاكد ان البسكوت كله اتخلط مع اللبن كويس. بعد ما ضربنا كل المكونات مع بعض هبتدي احط معلقتين كبار من الايس كريم. طبعا الايس كريم ده اللي احنا عاملينه في البيت، انا كنت منزلها لكم في الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اما نبتدي نحط الايس كريم ما نضربش كتير، يا دوبك بس ضربه بسيطه، ما نضربش الايس كريم كتير مع اللبن. دلوقتي بقى هقدمه في كوبايات. انا هنا مستعمله كوبايات البلاستيك اللي احنا بنشتريها اصلا فيها من بره. ممكن نزين الكوبايات بصوص شوكولاته لو عندنا قبل ما نصب العصير فيه. ده كده القوام بتاعه. بجد طريقته ديت حلوه جدا وسهله قوي وبسيطه، ان شاء الله اي حد يجربها تعجبه. ده كده بيكون شكله. ابتدي بقى اصب الكوبايه التانية. انا بقى كنت سايبه من الايس كريم وسايبه من الاوريو عشان التزيين. ابتدي بقى احط فوق الوش كده من الايس كريم بتاعنا، يعني احط حوالي بولة كده فوق الوش. طبعا هتبتدي تسيح هتديله طعم حلو قوي، غير لما نضربه كل الايس كريم معاه. يبقى احنا بنضرب الايس كريم نصه بنضربه مع اللبن، وبنسيب حبه نحطهم كده على الوش. نحط بقى في كل واحده اوريو. طبعا التزيين بيكون على حسب الرغبه. ده كده بيكون شكله. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.